نقطة في بحر أحمد صقر. أهلا بيكم شباب بريب 3 تالتة إعدادي مع تركاية جديدة من تركات سؤال الري رايت، سؤال الجرامر. هناخد النهارده شباب فكرة جديدة أو نقطة جديدة إزاي نعمل السؤال اللي بيبدأ بأفتر أو بيفور أو أدوات الربط دي. طيب ناخد بالنا يا شباب إن كل كلمة من دول أنا عندي أفتر بتساوي as soon as، وعندي كلمة by the time بتساوي كلمة before. لازم أكون عارف إن كل واحدة من دول بيجي معاها جملتين أو حدثين. قاعدة عامة، الحدث الأولاني لازم يكون ماضي تام يعني هاد والتصريف التالي. الحدث الثاني لازم يكون ماضي بسيط، يبقى الحدث الاولاني الحدث الاول ماضي تام هاد والتصريف التالي، الحدث الثاني ماضي بسيط. طب ساعات هنا بيجيب لي فكره جديده، بيجيب لي جمله بادئه بفيرست وذن. فيرست يعني اول حاجه، يعني ده الحدث الاول، فانا على طول بحول كلمه فيرست الفيرب اللي بعديها لماضي تام هاد تصريف تالي. طب الجمله اللي بعد ذن بخليها ماضي بسيط. يبقى انا اول حاجه في طريقه الحل يا شباب بعمل تحويلات، حذف واستبدال، حذف واستبدال، بحذف فيرست وبحذف ذن. طب الفيرب اللي بعد فيرست بحوله لماضي تام هاد تصريف ثالث، الفيرب اللي بعد ذن بخليه ماضي بسيط. وبشوف بقى انا عندي افتر واز سون از بعديهم ماضي تام على طول، على طول الحدث الاول او الجمله الاولى ماضي تام. طيب بيفور وباي ذا تايم الحدث اللي بعدهم على طول او الجمله اللي بعديهم ماضي بسيط. فانا لازم اكون عارف وحافظ الجمله الاولى وبعكس الثانيه، يعني افتر as soon as ماضي تام يبقى الجمله الثانيه ماضي بسيط. طب باي ذا تايم وبيفور الجمله اللي بعدهم على طول ماضي بسيط يبقى الجمله الثانيه تبقى تام. يبقى انا عندي تام بسيط بسيط تام. خلاص كده يا شباب؟ طيب تعال نشوف بقى طريقه الحل. عندي هنا اول حاجه جايب لي كلمه فيرست وجايب لي كلمه ذن، دول بحذفهم على طول من غير ما افكر، يبقى بحذف فيرست وبحذف ذن. طيب الفيرب اللي بعد فيرست ده على طول بحوله هاد والتصريف الثالث منه. طب انا عندي التصريف الثالث ايه؟ انا عندي ate ايدن، يبقى التصريف الثالث هاد ايدن. تاني حاجه ذن بخليه ماضي بسيط زي ما هو اللي هو went. خلاص كده يا شباب؟ يبقى انا عندي دلوقتي عملت التحويلات، عملت حاجه اسمها تحويلات. يبقى اول حاجه حذفت فيرست وذن، بعد كده حولت الافعال، الفيرب اللي بعد فيرست بخليه هاد والتصريف الثالث، الفيرب اللي بعد ذن بخليه ماضي بسيط زي ما هو. طيب انا عندي دلوقتي after بتساوي as soon as. خلاص كده يا شباب؟ واللي بيجي بعدهم على طول ماضي تام او هاد والتصريف الثالث. خلاص كده يا شباب؟ ده بالنسبه. طب لو عكسهم افتر، عكسهم بيفور باي ذا تايم بيجيب بعدهم ماضي بسيط. طيب نحل الجمله دي ازاي يا شباب؟ طيب بعد ما عملنا كده التحويلات هنبدا بقى. هنا جايب لي الاي كبيره، لازم اخد بالي يا شباب هو جايب لي الاي كبيره ولا جايبها لي صغيره؟ لو الاي كبيره على طول ببدا بيها في اول الجمله، لو الاي صغيره بخليها في نص الجمله. طيب هنا جايب لي الاي كبيره يبقى انا هبدا بيها، يبقى انا هقول افتر. خلاص بدات بيها عشان هو جايبها لي حرف كابيتال. طيب انا عارف ان افتر بيجي بعدها ايه؟ ماضي تام، يبقى انا هقول ايه؟ after he وحولت الفيرب had eaten. خلاص كده يا شباب؟ after he had eaten بعد كده الجمله الثانيه he went walking. اوكي ده بالنسبه للجمله دي. خلاص كده يا شباب؟ طب لو جاب لي نفس الجمله بس عايزني ابدا بكلمه بيفور والبي كبيره. انا عارف ان بيفور بتساوي باي ذا تايم. خلاص كده يا شباب؟ واللي بيجي بعدهم الجمله اللي بعدهم على طول ماضي بسيط. حلو جدا. طيب لو هبدا بنفس الجمله ماضي بسيط، انا عملت التحويلات، هبدا بكلمه بيفور عادي جدا. خلاص كده يا شباب؟ لو جاب لي نفس الجمله وانا عارف ان بيفور بيجي بعدها الماضي البسيط، يبقى انا هبدا بالجمله بتاعت ايه؟ زين اللي هي before he went walking، واروح جايب الجمله الثانيه ايه؟ الماضي البسيط he had eaten. يبقى خلي بالي يا شباب ان الجمل بتاعت after و as soon as عكس الجمل بتاعت by the time و before. يعني لو جاب لي فيها جمله فيها after او as soon as وعايزني استخدم before ببدل، بعمل كروس، بعكس الجمل. طب لو جاب لي جمله فيها before و by the time وعايزني استخدم after او as soon as ببدل، نفس الكلام. يبقى لو جاب لي جمله فيها after او as soon as وعايز استبدلها before او by the time كل اللي بعمله بعمل كروس. خلاص كده يا شباب؟ هما الاثنين عكس بعض وهكذا. يبقى انا لو جاب لي جمله فيرست او ذن بعمل تحويلات. خلاص كده يا شباب؟ وبشوف الجمله اللي انا هبدا بيها ايه. اتمنى رب تكون الفكره واضحه وسهله، فكره افتر وبيفور. نقطه في بحر احمد صقر.